السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من مطبخ ام دونا، وهنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة حاجة كده فاخر من الاخر. كنافة طبعا، شيك جدا. كبات كده شكلها تحفة جدا وطبعا واضحة. يعني حاجة شيك بقى كده اما نكون عاملين عزومة او معزومين عند حد، بناخدها في ايدينا كده واحنا رايحين. وما شاء الله الطريقة سهلة جدا، وفي 10 دقايق بتكون جاهزة. والطعم بصراحة خرافي 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 جدا. يلا بينا. اضغطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف عملنا الكنافة الشيك بتاعتنا دي كده ازاي. حطوا لايك. دلوقتي انا معايا ربع كيلو كنافة. طبعا الكنافة بتاعتي فريش طبعا، لسه شارياها وكده. فطبعا لازم نقطعها تقطيع كويس جدا كده براحتنا، نقصقصها بقى بالمقص. نقطعها بايدينا. لو في قدامك وقت ان انت مثلا تدخليها الفريزر وتجمد، وبعد كده تفركيها، يكون احسن واسهل. ودلوقتي هنزل عليها بنص كوباية سمنة. طبعا الكنافة لو كانت في الفريزر بتديكي نتيجة احسن، لان بتهرديها بتبقى ناعمة جدا عن الكنافة اللي هي الطازة دي. دلوقتي هنزل بقى فوق السمنة كده والكنافة بمعلقة كبيرة سكر بودر. ونبدأ بقى نغلف الكنافة كلها كويس جدا. والخطوة دي مهمة جدا في الكنافة، ان احنا نغلفها كويس ونشربها بالسمنة كويس جدا. دي اهم مرحلة في الكنافة، ان احنا نشربها من السمنة كويس. ولو محتاجة سمنة، يعني لو هي قدامك حاسة ان كمية السمنة قليلة، زوديها. دلوقتي انا جبت صينية الكب كيك. دهنتها كده بالفرشة، دهنة سمنة بسيطة جدا بالفرشة. ونبدأ ننزل كده يعني حبة كده من الكنافة بتاعتنا على قد العين بتاعة الكب كيك، بالشكل ده كده. ونحاول بقى ان احنا نسويها كويس جدا. هنسويها كويس جدا، وبعد كده هنضغطها يعني بكوباية كده او بايد الهون بتاعتنا زي ما انا عملت كده. نضغطها كويس عشان كبات الكنافة بتاعتنا تطلع كده متساوية وماسكة نفسها، ما تكونش مفرفطة معانا بعد ما تستوي. ما شاء الله سهلة جدا وبتنجز، وفي نفس الوقت حاجة شيك كده. وطبعا بتتباع بره بمبلغ وقدره، معانا مش متكلفة اي حاجة خالص. ووقت بسيط جدا، والاطفال بيفرحوا بها وبتبقى شكلها شيك. بجد اعملوها هتعجبكم. نكمل بقى الكمية بالشكل ده كده. وده شكلها وبتكون جاهزة. ودلوقتي انا هدخلها على الفرن، على الشبكة في نص الفرن، على درجة حرارة بقى 180 لما تاخد معانا لون من تحت. ولو احتاجت الشواية هنشغلها عشان تاخد لون من فوق. وعما تتحمر معانا هنجهز دلوقتي حشوة النوتيلا. طبعا الحشوة بتاعتك اختياري. دلوقتي انا هنزل بمعلقة كبيرة نوتيلا، وعليها معلقتين زيت، وهخفها كده. طبعا نقدر نزينها بقى بكريم باستري، بكريم شانتيه، بكاسترد، اي حاجة المتوفر عندك. مش هتقول لا، بس بصراحة يعني دي اسرع حاجة حبيت ان انا اعملها وكده، لان انا عملتها كذا مرة بصراحة وكله طلبها ان هي تبقى بالنوتيلا. وده شكلها بعد ما خرجت الفرن ما شاء الله، بقى واخدة لون جميل جدا ومستوية وحلوة جاهزة معانا. دلوقتي بقى نسقيها بالشربات. طبعا انا مش بكتر شربات، لان عشان يكون سكرها مظبوط كده، بالمعلقة بس كده، مش هغطسها بشربات كتيرة ولا حاجة. وما شاء الله كانت جميلة جدا وسكرها مظبوط. طبعا احنا بنسقيها وهي في الكب، في عين الكب كيك كده. بتاخد الشربات بتاعتها، ولو في شربات زيادة بتنزل في الصينية.
تمام كده. انا بحاول ان انا انزل الشربات عليها كويس ومن الجوانب عشان الجوانب ما تكونش ناشفه وكده. كده جاهزه معانا، نسيبها بقى تبرد شويه وبعد كده دلوقتي بقى هنجيب بقى النوتيلا بتاعتنا، نبدأ نطلعها كده ونشوف. ما شاء الله جميلة جدا ومتماسكة. نسيبها بقى ترتاح كده وبعد كده هنزينها. دي بعد ما بردت كده ومسكت نفسها ما شاء الله جميلة جدا ولونها تحفة. هنبدأ نرصها بقى في طبق التقديم كده. ودلوقتي بقى بعد ما نرصها كده في طبق التقديم، وطبعا هي بردت معانا، فدلوقتي التزيين بقى ده حاجة اختياري، يعني حابة تزينيها حابة تسيبيها سادة كده، دي حاجة ترجعلك. ممكن نزينها بكريم باستري، ممكن نزينها بكاسترد، ممكن نزينها بكريم شانتيه، دي حاجة ترجعلك. دلوقتي انا هزينها بالنوتيلا اللي احنا شفناها مع بعض. طبعا دي نوتيلا بس انا خفاها بمعلقة زيت، هنزل عليها بس ايه كده. عشوائي كده، ما مش بنحدد كمية للنوتيلا ولا للزينة ولا حاجة، عشوائي كده كشكل جمالي بس، وعشان برضو تبقى يعني طعمها مختلف شوية كده. بس بصراحة شيك جدا وسهلة جدا جدا وتحفة وهتعجبكم. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هزينها بقى كده بعد النوتيلا، احط عليها بقى قطع من اللوز وكده بتكون جاهزة معانا نقدمها. واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.